السلام عليكم. الفيديو هذايا حبيت نعمله ابيل ونصيحة لاخواننا في الجزائر. الجزائر بلد شقيق، والشعب الجزائري شعب عربي مسلم، واحنا كنا عرب وتوانسة. انا تونسي، لكن انا معناها ما ننصحش الجزائريين اليوم باش يخرجوا للشارع باش يتظاهروا ضد الرئيس نتاعهم وضد الترشح الرئيس نتاعهم الى في الانتخابات الجايه. ما لازمش الشعب الجزائري اليوم يتيح في الفخ اللي طاحت فيه بلدان بما يسمى الربيع العربي. وانتم معناها الشعب الجزائري هو شعب معناها مثقف وشعب مليء بالمفكرين وبأناس يعني أثبتوا في الماضي حبهم لدينهم، حبهم لبلادهم، وحبهم لاستقرار بلادهم. ولذلك ننصح أنا أي جزائري باش ما يخرجش للشارع، باش ما يتظاهرش. إذا كانت تحب تصوت لبوتفليقة صوت له، ما تحبش تصوت لبوتفليقة ما تصوتلوش. ما تقعدوش معناها تسمعوا في الناس اللي تقولكم اخرجوا للشارع وعيتوا بإسقاط النظام ولا عيتوا معناها بإفساد الانتخابات نتاعكم حتى ولو كانت مزورة. ما تخرجوش للشارع. اليوم الجزائر هو الدولة العربية الوحيدة اللي ما عندهاش ديون. الجزائر اليوم رغم معناها النقائص، صحيح فما نقائص، فما شوية فقر، لكن الجزائر اليوم الجزائريين لازم يفتخروا بالجزائر اليوم، خاطرها من الدول القلائل في العالم العربي اللي عندها انديبوندونس ايكونوميك، واللي ما يجي تحت ضغوطات تحت البنك الدولي ولا السيستم مونيتير الفاسد الموجود توا. فيليسيتاسيون الجزائريين عن النتيجة هذه اللي وصلوا لها. ولا ننصحكمش باش تخرجوا للشارع. نترو با دي كون كوم لي تونيزيان، ولا كيما جزء من الشعب السوري، ولا كيما الليبيين. حبوا بلادكم واستحفظوا على استقرار بلادكم، وراهو الخروج على الحاكم ما نصحش بيه لا ربي ولا نبي. لو نشوفوا احنا ديننا والرسل اللي جات الكل اللي سهل ان يسأل بوركوا سيدنا عيسى عليه السلام ما عملش ريفوليسيون كونتر بني اسرائيل رغم اللي حبوا يقتلوه. بوركوا سيدنا موسى ما عملش ريفوليسيون ضد فرعون. بوركوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عملش ريفوليسيون ضد قريش. راهي الريفوليسيون هذيا سيتي اون انفونسيون متاع ناس استعماريين استهلوا في بلادكم وريدوا وقت من ارواحكم. والسلام عليكم يا شعب الجزائر.